بعد ما جرى الجميع على إليوت وشافوه هو متصاب، أول حاجة عملوها إن هم حاولوا يساعدوه، وبعد ما تم إنقاذ إليوت وفاق اكتشف إن بيجيت كانت مع الجميع وخمن إنها كانت بتحاول تساعده مع الجميع، لكن بيجيت أول ما شافها جرت على غرفتها على طول من غير ما تكلمه، وسألوا شال مين اللي عمل فيك كده بالظبط، فقال له إليوت إن ما شافش شكله لأنه كان لابس كاب على وشه، ولما سألوا أورلاند هل هو حرامي فقال له أنا مش متأكد لكنه كان بيشم رائحة السكر الفضي عليا وسألني لو أنا سيد السكر الفضي، وأول ما قلت له لأ بدأ يهاجمني. أظهر شال السيف بتاعه فاكتشفوا إنه هو جني محارب، فسأل شال إليوت هل هاجمك بنصل زي ده؟ فقال له إليوت مش متأكد بالظبط، هو كان في لمعانه زيه لكنه ما كانش لونه فضي لكن كان ضوءه محمر. فقال له شال الشخص اللي هجم عليك ده جني، فاتخضت آن وقالت له يا ترى حد بعته علشان يخلص من السيد إليوت؟ فقال لها شال ممكن طبعا. فقال إليوت مش مهم، المهم ان انا بخير دلوقتي، والمهم يا آن دلوقتي انك تاخدي أورلاند وترجعوا للورشة لان ما فاضلش كتير على الانتقال للمهرجان، ويا ريت ما تخذلوش ثقة السيد جيلين بيج فيكم. راحت آن وحكت للسيد جيلين كل اللي حصل وقالت له لحسن الحظ ان جروح السيد إليوت مش خطيرة. فرح السيد جيلين وقال ان إليوت كبر وبقت شخصيته رائعة جدا وانه مش خايف على بنته لو سابها في امانته. وقال السيد جيلين لآن لازم ترجعوا للعمل زي ما قال إليوت بالظبط علشان ترفعوا اسم الورشة، وبالفعل قررت آن ترجع للعمل مرة تانية وجمعت كل الحرفيين وطلبت من الكل مشاركتها في صنع بلورات التلج، كل واحد منهم على حسب ذوقه، وبالفعل صنعوا لها اشكال جميلة جدا وانبهرت بيها آن. وقررت آن انها تجمعها كلها في شكل واحد ويعملوا برج من التلج، فقال لها فالنتين انها فكرة جميلة جدا علشان يمر من خلاله التصميم للضوء ويعملوا شكل رائع، وبالفعل تعاونوا كلهم لصنع اشكال كتيرة جدا من بلورات الثلج. وكانت آن متحمسة للفكرة جدا، اما عن بيجيت لسه في غرفتها رافضة تقبل هدية آن وأورلاند. واخيرا تم شفاء إليوت، وكالعادة بيفضل شال مع آن واخيرا بينتهوا من تصميم النموذج، انبهروا كلهم بيه وإليوت جدا، حتى السيد جيلين بيج كان سعيد بتصميم الثلج جدا. طلب السيد جيلين من آن انها تروح مع الجميع لعملية الانتقاء في مدينة لويستون بصفتها رئيسة الحرفيين في ورشة بيج، وطلب السيد جيلين من شال يرافقهم لان ممكن يظهر اللي هاجم إليوت مرة تانية لانه سمع انه هو بيبحث عن السكر الفضي، وطلب منه يحمي الجميع. وفي خلال طريقه بيسأل إليوت شال الشمس هتغرب هنعمل ايه؟ فقال له شال هنكمل طريقنا عادي. فقال له أورلاند ممكن نخيم هنا بسبب الظلام. فقال شال الجني اللي هاجم إليوت هتجذبه رائحة السكر الفضي وهيهاجمنا كلنا، فلازم نقطع اطول مسافة ممكنة. فجأة حسوا بهجوم شخص عليهم ووقف قدامهم بالفعل هو نفسه الشخص اللي هاجم إليوت. فقال إليوت هو ده نفس الشخص، وقرر شال انه ينزل له وطلب منهم يتحركوا وهو هيواجهه بنفسه. وفجأة بتقوم ما بينهم تحدي رهيب جدا، وبتصرخ آن بعد ما جروا بالعربة، لكن بودو قال لها ثقي في شال هيكون بخير اكيد. توقف الجني عن محاربة شال بعد ما عرفت انه هو جني زيه، وقال له انه هينقذه وانه بس يقول له مين اللي اخد جناحه وهو هيجيبه له. ولما سألوا شال مين بيمتلك جناحك فقال له الجني انا حر مفيش حد بيمتلك جناحي، لكن الوحدة ساعات بتكون سيئة وانا ما عنديش مانع لو هيبقى عندي حليف، وهخليك حر بعد ما ارجع لك جناحك. هسرق السكر الفضي منهم واقضي عليهم كلهم، واخد كمان سيد السكر الفضي ما بينهم. وسألوا هل في سيد سكر فضي ما بينهم؟ رفض يقول له شال وقال له انا برفض عرضك وبيهاجمه. فقال له الجني بتعمل كده بعد ما قلت لك ان انا هنقذك برضو؟ فقال له شال عندي اللي ينقذني مش محتاج لك طبعا. وفضلوا الاتنين يهاجموا بعض بقوة والجميع يجروا بالعربة لحد ما بيوصلوا لمدينة لويستون في الصباح الباكر. واول ما بيوصلوا بيغضب رئيس ورشة رادلف لمشاركة ورشة بيج في الانتقاء لان السيد جيلين قالوا انه هو مش هيشارك اصلا. وبعد ما بيدخلوا كلهم للقاعة لاختيار واحد منهم بنعرف ان الورش المشتركة هي ورشة السيد رادلف وورشة بيج وورشة ميركوري. وبيرفع السيد رادلف الغطاء عن تصميمه بكل تكبر والكل انبهر بالتصميم جدا. وبعدها ورشة ميركوري، ولما بيجي الدور على ورشة بيج بيشجع الجميع آن انها هي اللي ترفع الغطاء، لكن اول ما بترفع آن الغطاء عن التصميم بتتفاجأ من ان التصميم
ما بيلمعش زي ما كان في ورشة بيج، لكن في اللحظة دي بيوصل شال بجروحه من اللي حصل فيه، لكن كل اللي بيجذب آن هو الجناح بتاعه. فعرفت آن ان الضوء هو السبب في اللمعان ده، فطلبت آن من حكام الانتقاء بزيادة الأضواء، وبالفعل بيلمع التصميم وبينبهر بيه الجميع جدا، لدرجة ان الحكام بيختاروا تصميم ورشة بيج علشان يصمموا منه أعداد كبيرة في المهرجان القادم. فرحت آن جدا، وإليوت كان سعيد مع الجميع. بعد انتهاء اليوم بيعطي إليوت لآن جناح شال، وقال لها ان السيد إليوت قال لي اديهولك لما يتم اختيارنا للمشاركة في المهرجان، وقال لها انها حرة دلوقتي تعمل اللي هي عايزاه، سواء انها تشارك معاهم في المهرجان او لا، ده كله يرجع عليها. ولما بتقعد آن مع شال بتتخض جدا بسبب الجرح بتاعه، وقال لها انه بخير. ولما سألها هي عملت ايه، فحكت له ان بقى ليها مطلق الحرية تعمل اللي هي عايزاه، لكنها بتظن ان العمل الحقيقي لسه جاي في المهرجان نفسه، وانه محتاج لسه شغل كتير جدا. وسألت بودو وشال ممكن ارجع اعمل في ورشة بيج تاني لحد نهاية المهرجان، لانها لسه ما كملتش مسؤوليتها ولا اعادت بناء الورشة مرة تانية، علشان كده عايزة ترجع تعمل معاهم لحد نهاية المهرجان. فقال لها بودو انا موافق، وشال قال لها اعملي اللي تحبيه. ففرح بودو وقال لها هروح افرحهم بالخبر ده. بعدها شكرت آن شال على كل حاجة بيعملها معاها، ورجعت له جناحه. فقرب لها شال وقال لها النهارده بس تقدري تقولي انك بقيتي سيدة السكر الفضي بقوتك الخاصة، وانه بيتمنى لها كل شيء هي بتحلم بيه.